مكاسب كبيرة للمنتخب الوطني المصري من الناحية الدفاعية أمام المنتخب الأسباني، بالنسبة للحتة الشمال بتاعة فتوح، وبالنسبة لحراسة المرمى مصطفى شوبير. بالنسبة لفتوح قام بالواجب وزيادة مع اليمين يامال ماليش مثال، حط في جيبه الشمال صراحة ما عداش في الاختراقات والمساحات. أما بالنسبة لمصطفى شوبير الحمد لله عندنا حارس امين، عندنا حارس كبير مصطفى شوبير. تصدياته امام المنتخب الاسباني بتثبت ان هو حق في حراسه المرمى سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر. الحارس الكبير، الحارس الاخطبوطي دائما وابدا. التصديات الكبيره من مصطفى شوبير فعلا يستحق الحراسه بجداره وشطاره وعن استحقاق، سواء في المنتخب المصري او النادي الاهلي. تصدياته فعلا تليق به كحارس مرمى. ابوه في كاس العالم 90، وهو ان شاء الله الاساسي لمنتخب مصر في كاس العالم 2026 بامريكا. ان شاء الله يتالق، ان شاء الله يحترف في اكبر الانديه الاوروبيه. اضافه الى الدفاعات القويه، عاوزين تطوير احسن واحسن في كاس العالم 2026. ان شاء الله يكون الامل موجود بالاداء المشرف والنتيجه القويه والتاريخ الكبير الذي ينتظر المنتخب الوطني في كاس العالم 2026 بامريكا.